حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاته صلوات الله وسلامه عليه لمشاعر أصحابه وعدم جرحهم بأفعال آبائهم ما وقع من الصحابي الجليل عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. هذا عبد الله صحابي جليل مؤمن صادق، وأبوه رأس المنافقين، ومن يجهل عبد الله بن أبي بن سلول. تاريخه مع النبي صلى الله عليه وسلم أسود مظلم، كم من حادثة اقتنصها وأشاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشاع. لما توفي هذا المنافق جاء ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بوفاة أبيه، وطلب رداءه حتى يكفنه فيه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، فأخذه وذهب به وكفنه بعد أن غسله، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يصلي عليه، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، أتصلي على هذا المنافق؟ أتصلي على هذا الذي فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخر عني يا عمر. وعمر رضي الله تعالى عنه واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجادله: أتصلي على هذا المنافق؟ فقال: أخر عني يا عمر، أخر عني يا عمر، فإني قد خيرت فاخترت، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو علمت أني إن استغفرت لهم أكثر من 70 مرة أن يغفر الله لهم لاستغفرت. أرأيتم خلقا أعظم من هذا الخلق؟ أغفل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الماضي كله، الماضي الأسود الذي فعله هذا المنافق، إكراما لابنه المؤمن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يجب أن نقتدي به.